باكج نجوم دوري، وكمان باكج نجوم اسبوع اللي فيه كورتوا لأول مرة بنسخة نجوم اسبوع. فالنهارده هنفتح الباكجات ديت، وكمان هنختار اللاعب الشوط المجاني. ولكن قبل ما نبدأ متنساش تصلي على النبي اللي هو وراك عبادة خلصها الأول وأكثر من الأعمال في العشر الأواخر. ربنا يتقبل منا ومنكم. لو ما عملتش لايك اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان يجيلك اشعار في الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ. يا جدعان انا اصلا فتحت على الباكجات، مفضلش بس غير لاعب الشوط وجالنا ستيرلينج فهنجربه النهارده. وكمان هننزل لعب من على الدكة، جالنا الاتنين دول مش عارف ايه دول اصلا، بس ما علينا هنجربهم وخلاص. هات كده، والواد التاني هات كده مكان مين يعني، حرام هطلع ديفيد فيا بس يعني ماشي هنجرب. بس تعالوا كده نشوف ارقامهم وننزلهم التشكيلة دوت. يعني مش عارف، ممكن نخليه كده، نخليه بديل لستيرلينج. تعالوا نشوف ارقام ستيرلينج الاول يا جدعان. عندك بول وينجر، وعي 81، سامبل كنترول 91، دريبل تايب بوزيشن 89، بسط مش اقوى حاجه، فينش 76، الكير 79، عندك سبيد 91، اكسلريشن 93، وبالانس 92، وستامنا 85. فاللعيب ده في المراوغه هيبقى جامد. عنده دبل تاتش، سول كنترول، وما عندوش الفليب فلاب. طب ما تديها له يا عم، يعني يبقى فاهم سبيشال بقى وكده. ما علينا. هات الواد دوت ستاند لارسن، مهاجم ده وولفرهامبتون دول ولا ايه؟ ما علينا. جول بوتشر، وعي 85، يعني انت مهاجم وعي 85 ده ايه ده يا اسطى؟ فيش 88، هيدنج 89 حلو، كيلو 62 يا نهار ابيض 88 سبيد، 84 اكسلريشن، و90 فيزيكال. يعني انا مش، انت بتعمل ايه يا اسطى في حياتك يا اسطى؟ ايه يا اسطى ده؟ ماشي تعال نشوف الواد اللي بره ده. اسانو لاعب ياباني، فالمفروض يبقى جليتش بقى. وولف جوينجر 81 وعي، 84 بول كنترول، 86 دريبل، 84 فينش، 94 سبيد، 94 اكسلريشن، 83 بالانس، 85 ستامنا. معندوش مهارات خالص. ايه ده يا ابني؟ هو فعلا فاهم مع الصور صب، فنخليه برا على الدكة. وتعالوا بقى نختار اللاعب الشو تايم. وانا حتى الان انا بجد انا مش عارف اختار مين الصراحة يا جدعان. فجينا هنا الباكج يا جدعان، تعالوا كده نشوف من جوه. انا بامانه مش عارف اختار مين. عندك باستوني، جنابري، كولومواني، وانجيت، شان، وامرابط. يعني مش عارف، الموضوع صعب. بس جنابري يا جدعان حالته دي والفورمه بتاعته انكونستانت، اللي هي مش مستقره، فاهم؟ فمش هيبقى حلو. وبرضه كولومواني حالته دي، فيعني ممكن نختار باستوني الصراحه، اسطوري فاهم. وانا معايا نسخة ايطاليا اصلا فممكن يكون احسن منها. نازل بيلد اب كمان، طب جامد والله، نازل بيلد اب. فهنجيب باستوني يا جدعان، فاهم؟ خلاص هنجيب باستوني ومعاه الفورترس. اصلا دي حاجة مهمة جدا وهتميزه عن النسخة بتاعة ايطاليا. فويلكم بيك يا عم باستوني في الفرقة. ماشي زي الفل يا جدعان. طورنا باستوني بيوصل 100، ولكن اعتقد بالبوستر 101 هنديله بوستر كده. يعني مش عارف، معايا واحد تحديد او واحد عشوائي. طيب نديله واحد عشوائي يا رب يجيله حاجة حلوة. بسم الله يا رب. سترايكر يا بس يا اسطى. ممكن تزوده في طيب اكسلريشن يعني 100 اكيد 100. طيب نديله بوستر تحديد بقى يا جدعان. بوستر تحديد، هات حاجة دفاعية مثلا. ممكن نديله فيزيكاليتي. فيزيكاليتي بتزود ايه؟ بتزود ايه يا اسطى؟ ايه ده كله؟ مش عارف والله بتزود ايه بالظبط يا جدعان. ماشي نشوف مثلا ديفندنج بتزود فوق الوعي، تاكلينج، اكسلريشن، والجامب. طب حلوه دي. ديفندنج يا جدعان، وبتعلي الاوفر كمان اللي هي الريت، فنديله 100. ماشي يا عم باستوني بقى 101 زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوف ارقامه يا جدعان. نازل بيلد اب زي ما قلنا. عندك الهيدنج 83، 95 وعي، 94 تاكلينج، 92 اجريشن، 92 انجاجمنت حلو، 84 سبيد كويس، اكسلريشن 80، جامب 85، فيزيكال 88، والاستامينا 82.
عنده هيدنج بقى وفاهم، عنده مهارات في البساط. طب جامد. طيب يا جدعان ماشي معاه فورترس، فهنخش بقى نجرب اللعبه دي يا رجاله في الديفيجن فاهم، وهنظبط الدنيا يعني، وهقول لكم تقييم اللعبه اللي احنا هنجربها النهارده في الاخر. شوفنا يا رجاله، ده الديفيجن، احنا حاليا في ديفيجن 5 لاني كنت ديفيجن 2. تمام يا جدعان، جالنا ديفيجن 5 جات راكم. ماشي يا اسطى. اوكي ستيرلينج والمهاجم سموم عالي. دي الدكة ماشي زي الفل. نشوف تشكيلة الخصم. جه بيلعب بفيا، جاب جنابري، يمين يمال، فيني. ماشي تشكيلته حلوة بس هي غريبة فاهم، يعني حط مدافعين قدام وساقا البي يا اسطورة. ماشي يا عم خلصان. كورة اوه دفاع الدفاع، فين الدفاع ولا هدف الاول من فيرتز. يلا نيمار لارسين والقوة. حط يا ابني، والله شايط يا جدعان، في ايه يا الله. شيل يا ابني. لا شيل يا جدعان، شيل يا رودري. يا اسطى شيل بالله عليك، شيل يا عم. كده نعمل تبديلات. هات لي الواد ده هنا، وهات لي الفاريز، نجيب امبابي مكان الواد ده عشان طلع تعبان اوي الصراحة. نجيب هات لي شنايدر، ويلا بينا نجيب. واخر لحظات المباراة، ماتش خلص 1-0. هو فعلا جاي يترخم يا جدعان، طول الماتش كلير عمال فاهم يعني، ماتش رخم جدا. واصلا اللعبة فيها لاج بسيط كده، فالدنيا مكانتش ظابطة معانا خالص، فيلا بينا نخش في الماتش. جالنا قفشة 3167 يا جدعان. الأسهم رودري سهم واقع. هاتلي هنا بوسكي، وماشي صليبة ماشي كده ماشي. خلي مبابي عديك عادي عشان نجرب الواد ده، نديله آخر فرصة يعني فاهم. تشكيلة الخصم معاه بلاتيني، معاه نيدفيد، ميسي، كانتونا، مع رودري. يعني تشكيلته قوية جدا ما شاء الله. ماشي يلا يا عم. لارسين او باريلا، ودي يا باريلا والحارس. ماشي دي فترة يا رجالة، يا رجالة حلو قوي. شيل يا ولد بستوني، حلو قوي يا جدعان. نيمار ودي انفراد مش اوفسايد، روح فنش يا ابن اللعيبة. والهدف الاول يا رجالة اللي ارسم فيديو النهارده. لوكا يا ولد، الله رحيم. ارفع واحدة باريلا. اوه اسف على الجون والله، ولكن معلش يعني الهجمة رايقة اصلا. استكوت عدى ستيرلينج، ودي يا ستيرلينج يا ابن اللعيبة يا رايق. لا مش ممكن يا ابن اللعيبة يا ستيرلينج، جامد يلا. الولارس باريلا، ستيرلينج ودي هناك، لعيب اللوكيتا، والهدف الرابع. اعتقد الخصم هينسحب اعتقد كده. ستيرلينج جون واسيست جامد. لو انسحب الخصم يا الله. يعني تخيلوا خلينا واحد تشكيلته قوية زي ده ينسحب، فده جمدان من ستيرلينج والشلة الرايقة دي. فيلا بينا يا جدعان على الماتش اللي بعده. طيب جالنا اي سي ميلان ديفيجن 5 معاه ميداليتين ديفيجن تاني. واو. الاسهم اوكي، المهاجم سهمه حلو. ماشي هنخلي ستيرلينج اساسي. ماشي يا جدعان، شوف تشكيلة الخصم بقى. اوكي معاه كوبو، معاه فيا، تورام، باركولا، جنابري. هو بيلعب جنابري على الشمال ليه؟ مش المفروض جنابري ايمن كده؟ مش هيلعبوا عرضيات تقريبا. ما علينا، دي الدكة بتاعته زي الفل. يلا بينا على الماتش. يا بستوني، فيا وبستوني والهدف الاول. وحش منك اوي يا بستوني، يعني اول فاهم حاجة وحشة بستوني. اوه يا جدعان، اللعبة وصلت عنده والله، قررتني اقسم بالله، ورجعت لقيته جايب فيها جول. نيمار ودي يا نيمو يا ولد، يا نيمو حلوة ان شاء الله فيها راجعة دي يا رجالة. كده يا جدعان، هاتلي الواد ده
ويعني هاتوا كده لو بيلعب ايه ممكن. طب يعني انت مركزك ايه يا ابني؟ عشان عاوزين بيلعب اس ماشي، ممكن نجيب اس كده ويلعب سيف تمام. طب حلو، نحطه كده يا جدعان. عاوزين نجيب ثانية، ممكن نجيبه كده ونحط ثانية هنا تمام، وننزل بقى الباقي. هاتلي مثلا مبابي وهات الفاريز، او ماشي سيب الفاريز وهات شنايدر، واعتقد كده زي الفل. يلا بدنا نكمل يا رجاله. نمبر 21 فان دايك. ماشي يا جدعان، جالنا ليو ميسي ديفيجن خامس ثم تمام. المهاجم سامو عالي، دينا الفاريز ماشي يعني ماشي. هنسيب التشكيلة كده زي ما هي ونشوف تشكيلة الخصم. اوكي معاه مبابي، بيدري عقود الترشيح، هالاند، وبيلعب ببيكهام دي ام ماشي. وباين ان هو اكونت جديد. اوكي لامين يامال، يعني هو عمل اكونت جديد فاهم، فهتلاقي له لامين يامال، فقعد مكمل بقى بالاكونت ماشي تمام. يلا بينا. مودريتش والدين اوتسايد، يا مزاجك يا عم مودريتش، رايق يا عم زي الفل. روح يلا ارسل، روح يلا ارسل. ها ماشي كفايه كده، لف بقى حط بقى. يا الله على البلوك. انا اسف تاني مره تحصل معايا ايه الغش ده يا جدعان، انا اسف والله. الواد لارسن مرزق يا جدعان. والله مودريتش، ستيرلينج عدى، ستيرلينج راح رحيم ومازال ستيرلينج. اوه انا طولتها اوي ماشي حلو. طب يا جدعان نعمل تبديلات في السريع. هاتلي سانيل لو بيلعب ال ام ماشي حلو اوي، ونجيب مبابي، وارد لارسون ده تعب، ونجيب هنا ماشي، وممكن نجيب بيكهام مودريتش، يعني كفايه على مودريتش. فيلا بينا نكمل يا جدعان. ينتهي الماتش بنتيجة 2-1. كان ماتش رايق جدا الصراحة، يعني فاهم احنا الاحصائيات مش احسن حاجة، ولكن قدمنا اداء كويس. عندنا روني ورا مودريتش ماشي، عنده هو بيدري ماشي يا جدعان. يلا بينا بقى نخش على تقييم اللعيبة. نبدأ بالواد لارسن ده، لعب من 4 ماتشات، جاب جون واحد. بص هو انت لو بتلعب مثلا عرضيات او حابب انك تلعب عرضيات مثلا وبتاع، فهو هيفيدك فاهم. هو فيزيكال قوي، رأسيات حلوة، لو انت مش معاك مهاجم رأسيات حلوة يعني زي هالاند دروجبا والناس دي. لكن هو بشكل عام لا ما عجبنيش الصراحة. ممكن اديله 6.5 من 10 مثلا. نخش بقى على ستيرلينج. 8 ماتشات، ولكن فكك من 8 ان مش كلهم يعني النهارده. على 4 ماتشات، جون واسيستين. ستيرلينج الصراحة جامد جدا يا جدعان، خفيف وبيغوط حلو قوي، ويعني فاهم سريع كده، ومشكلته بس في الفينش مش احسن حاجة يعني، ولكن هو كويس جدا. لو طلع لك ممكن تلعبه عادي. اديله 8 من 10. جربنا مين تاني؟ الواد دوت ملحقناش نجربه الصراحة، ففكك منه فاهم، ما تلعبش بيه يعني، ارميه في اي مقلب زبالة كده. بستوني بقى يا جدعان، جبنا بيه 4 ماتشات، عمل اداء اسطوري، تمركز، رأسيات، قطع كور، حرفيا يا جدعان خرافي. النسخة ديت 10 من 10، وانا شايف انها احسن من النسخة اللي فاتت. النسخة اللي فاتت كانت تقيلة قوي فاهم، حاسس النسخة دي اخف شوية يعني. لكن الكارت ده جامد لو معكش مدافع جامد، وكمان اسلوب لعبه بيلد اب. النسخة اللي فاتت كانت اكسترا فرونت مان اللي هي بتاعت ايطاليا، وفي ناس كتير قوي ما بتحبش الاسلوب ده، فده نازل بيلد اب فجامد جدا. وكمان اللي بيميزه ان هو عنده بلاي ستايل في الباصات، وباصاته مش وحشه فاهم، فهيساعدك جدا في البيلد اب. طبعا هديله 10 من 10. وبس يا جدعان ده فيديو النهارده. عجبك الفيديو متنساش لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات. اشوفكم في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. السلام عليكم.